حيث موقعه بمحاذاة البحر وبعده ب3 كيلومترات فقط عن مركز المدينة جعل منه قبلة مفضلة للكثير من سكان العاصمة الاقتصادية. إنه كورنيش الدار البيضاء الذي يقصده البعض للتنزه ويختاره البعض الآخر لممارسة بعض الأنشطة الرياضية، كما سنتابع في ريبورتاج سعيد الإدريسي ومحمد العربي. ممارسة رياضة المشي على جنبات لاكورنيش من الهوايات المفضلة للعديد من الساكنة البيضاوية، وجهة سياحية توفر إمكانية الاستفادة من الأجواء المناسبة خصوصا خلال فترة الصباح لمزاولة أنشطة رياضية. واحد خصو مينيموم يدير واحد 3 فوا باغ سيمين يجي يتمشى يجري شي شويه. لا هنا ترونكيل كتجري على خاطرك كتمشي بخير. الجو زوين وكاين عندنا فين نجريو، ما كايناش زعما عندنا ليسباس فين نجريو. ودائما كنجيو في الصباح كنديروا الفوتين، كتكون الدنيا كتشعل ونقيه، الناس كيجيبوا وليداتهم وكيجريو. الاستمتاع بأجواء الصيف والقيام بحركات رياضية لها مجموعة من الإيجابيات على سلامة وصحة الجسم والعقل. ضروري الواحد يجي هنا يتحرك في الصباح بعداك قبل من الخدمه. اول حاجه الذات ديالو تتنفس، كاين واحد الهرمون كيسانتيزي سميتها لوندورفين، دونك الواحد تيولي معدن لا في لو طرافاي لا في العائله لا في بزاف د الحوايج. دونك السبور راه مهم ضروري، وسورتو حدا البحر هنا فاش كاين لا كورنيش حيت زوينه، كاين البحر الواحد تيتلاها على المشاكل على بزاف د الحوايج. الإقبال على فضاء لاكورنيش أصبح متعة مزدوجة، أنشطة رياضية، صحبة الاستمتاع بنسمات البحر وزرقة مياه الشاطئ.